الإخوة نروينا نيضا بسبب مباراة المغرب وفرنسا، والكل يطلب تحكيم عادل. سمعوا معايا التصريح ديال رئيس الفيفا وما تنساوش تخليونا الرأي ديالكم. Une belle finale contre l'Argentine, un champion du monde qui montre. رئيس الفيفا إنفانتينو يفاجئ المغرب بقرار تاريخي، وفرنسا في حالة غضب بسبب التحكيم. فوزي لقجع يرفض قرار اليويفا ويحذر فرنسا. خرج رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بتصريحات خطيرة نقلها موقع فوتبول سبورت، وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن تعيين الحكم البولندي سيمون مارشينياك لإدارة مباراة المغرب وفرنسا. وأضاف أن هذا الحكم يثير الجدل، وأن الجماهير المغربية لا ترغب في تعيينه، بينما يصر الاتحاد الفرنسي على اختياره. كما أشار إلى أن رئيس لجنة الحكام في الفيفا تواصل معه وقال له إنه يجب تغيير الحكم مارشينياك، لأن هذه المباراة تعد من أهم مباريات البطولة، ولا بد من تعيين حكم يحظى بثقة الجميع. وأضاف أن الجميع شاهد مباراة المغرب وكندا، وكيف حقق المنتخب المغربي الفوز عن جدارة واستحقاق. واحتفل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بهذا الإنجاز، كما احتفل أيضا باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بتأهل منتخب إفريقي إلى الدور التالي. وقال إنفانتينو إنه سعيد جدا بتأهل المنتخب المغربي، وإن المغرب أثبت أنه من أقوى المنتخبات في البطولة، كما أن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 تؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها كرة القدم المغربية. وأضاف أن هناك العديد من الملفات المهمة التي يعمل عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن اختيار طاقم التحكيم للمباريات الكبرى يتم بعناية شديدة. وأشار إلى أن مباراة المغرب وفرنسا لم يتم الإعلان عن طاقم تحكيمها حتى الآن، لأنها من أهم مباريات البطولة وتتطلب اختيار حكام أصحاب خبرة وكفاءة عالية. كما أشير إلى أن فلوريان بلوجان مهاجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم طرد في المباراة الماضية أمام البوسنة، وكان من المفترض أن يغيب عن مباراة بلجيكا في دور 16، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ألغى العقوبة وأعلن إمكانية مشاركة اللاعب بشكل طبيعي. من جانبه توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشكر إلى فيفا على رفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب، معتبرا أن طرده أمام البوسنة كان ظالما، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية تدخله في ذلك، خاصة أنه يرتبط بعلاقات قوية مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضاف أن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR أصبحت عنصرا أساسيا في إدارة المباريات، ويجب استخدامها بالشكل الصحيح لضمان العدالة بين جميع المنتخبات. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيختار طاقم تحكيم مناسبا لهذه المواجهة، سواء كان من إنجلترا أو من إيطاليا أو من أي دولة أخرى، وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة، بما يضمن خروج المباراة بأفضل صورة ممكنة. خرج فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتصريحات قال فيها: أريد أن أوجه رسالة إلى المملكة المغربية عبر قناة تي في العالم الأمريكية. أقول: احترموا الجميع ولا تعتدوا على أحد، لكن الجميع يريد أن تفوز فرنسا علينا بأي ثمن. فقد فازت فرنسا علينا في قطر بسبب التحكيم الذي أهدى الفوز إلى المنتخب الفرنسي، لكن هذه المرة مختلفة تماما، فنحن في الولايات المتحدة الأمريكية لقد أعطينا الجميع درسا بأن الكرة المغربية في طريقها إلى النجاح. فقد رأينا خروج المنتخب البرازيلي أمام النرويج، حيث فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف، كما فاز المنتخب المغربي على هولندا وأخرج هولندا ثم أخرج كندا. فالمنتخب المغربي قوة إفريقية، وليس المغرب فقط، بل إنه يمثل إفريقيا كلها ويدافع عن القارة بعد خروج العديد من منتخباتها، ولم يتبقى سوى المنتخب المغربي والمنتخب الشقيق المصري. فقد خرجت معظم منتخبات آسيا